للأسف يا جماعة، للأسف الهلال بيهزم النادي الأهلي النهاردة 1-0 في أول مباراة في دور المجموعات في بطولة أفريقيا. خليني أقول لك إن الهزيمة بتاعة الأهلي النهاردة دي هي كسرت عقدة للهلال السوداني، ومش هنخلص من الوش والدوشة. الهزيمة بتاعت النهاردة دي يا جماعة كسرت عقدة بقالها 16 سنة. تخيل ان الهلال السوداني اخر ماتش كسب فيه الاهلي كان في 2007، وقت ما كان وائل جمعة اللي كان موجود النهاردة ده في الاستوديو التحليلي بيلعب في النادي الاهلي. تخيل مدى العقدة قد ايه. هو ده يا باشا السبب في يعني كمية الاحتقان اللي كانت حاصلة من قبل الماتش وحتى خلال الماتش. من قبل الماتش لما طلع المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني اللي هو هيثم السباط وقال لك ان النادي الاهلي هو الفتى المدلل للاتحاد الافريقي. ما احنا عشان نبقى متفقين برضو يا جماعة ان اي حد عايز يطلع ترند واي حد عايز يتشهر واي حد عايز يتعرف لازم يحط النادي الاهلي في جملة مفيدة. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. اي بقى تفاصيل تانية كلكم كده كده عارفينها. يعني انا لو انا الفتى المدلل للاتحاد الافريقي او انا الفتى المدلل في افريقيا كنت لعبت النهائي على ارضي، ما كنتش اتقدرت وطلعت لعبت النهائي في المغرب وحصلت البوليكه اللي انتوا عارفينها دي والوداد ساعتها خد البطوله. فاي كلام يا برنس وخلاص. خليني اقول لك ان النهارده للاسف الماتش بتاع الاهلي والهلال السوداني الشوط الاول اول 7 دقايق الفرصه بتاعه حسين الشحات اللي هي تعتبر يعني ضربه الجزاء اللي ضاعت دي، انا شخصيا متخيلها هي ضربه جزاء. يعني واقع الراجل استلم لوحده واقف لوحده وهو الجول وحط ببطن رجله. معرفش الكره دي ازاي طلعت بره، بصراحه انا مش عارف. انت الشوط الاول الى حد ما كنت يعني انت الافضل، انت المستحوذ، مضيع فرصتين 3. ما تعرفش يعني برضو لسه مسلسل اهدار الفرص عند النادي الاهلي لسه فيه مشكله. ولكن خليني اقول لك بقى ان بين الشوطين ما تعرفش حصل ايه. تحس ان النادي الاهلي يعني دخلوا بين الشوطين يعني فرقه ونزلت الشوط الثاني فرقه تانية خالص. ما تعرفش تحس ان كان في اقول لك ايه، دخلوا آلة الزمن. يعني والله تحس ان لعيبه الاهلي دخلت آلة الزمن نزلت في حته تانية. الشوط الثاني كان في حاجه غريبه للاسف، كان في سيطره يعني لنادي الهلال السوداني واسفرت عن هدف. وهنتكلم بقى عن الجول اللي جه ده. بصراحه يا جماعه خليني اقول لك ان احنا كلنا كده كاهلاويه ما كناش متخيلين برضو من الماتش ده الفوز قوي. يعني خليني اقول لك ايه السبب. كل الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي بعد كاس العالم الانديه تقريبا الاهلي ما كسبهاش، بس هي كانت بتخلص غالبيتها بالتعادل. انما النهارده برضو يعني لذلك احنا ما كناش حاسين ان احنا ممكن نكسب. يعني الماتش لابس الساعه 3، ملعب زي الزفت، يعني اجواء مش لطيفه. فاحنا عارفين يعني على الاقل نطلع بنقطه، بس ما كناش بصراحه نامل ان احنا نتغلب النهارده خالص. للاسف يعني يا جماعه ان احنا النهارده اتغلبنا. بس خليني اقول لك انت كاهلاوي ما تتضايقش والله ولا حاجه. انت كده كده ده اول ماتش في دور المجموعات، ده ما يلاقكش خالص. لسه عندنا ان شاء الله ماتش سان داونز هنا في القاهره، فان شاء الله لازم تكسب علشان ما نخشش في حسبة بيرما. احنا مش عايزين نخش في حسبة بيرما بقى. لو هنتكلم بقى يا جماعه كده عن اللعيبه او هنتكلم على الجهاز الفني، كولر ما يؤخذش عليه النهارده حاجه خالص غير حاجه واحده بس، تاخير التغييرات. يعني التغييرات نزلت متاخر قوي بصراحه. يعني هو ده ما يؤخذ على كولر. باقي الفرقه بقى يعني حدث ولا حرج. يعني النهارده للاسف حمدي فتحي وديانج تقريبا كميه ميس باص يا جماعه رهيبه. يعني كميه ميس باص انا عمري بصراحه ما شفتها. عمرهم ما كانوا كده. معرفش نص الملعب اتاخد مننا بطريقه غريبه. ما كانش فيه ربط خالص ما بين نص الملعب وخط الهجوم ولا حتى نص الملعب وخط الدفاع. النهارده ما شفناش محمد هاني عمل كروس واحد، ما شفناش علي معلول عمل عرضيه واحده. للاسف ما شفناش كل الكلام ده خالص. يعني النهارده كان في حاجه غريبه كده بتحصل في الشوط الثاني على الاخص. ولو هنتكلم بقى على طبعا كابتن شناوي، والله احنا مش عايزين يعني ندبح في شناوي. طبعا الجول اللي جه ده كان طبعا بسببه، وهنقول طبعا ان الكوره كانت جايه عاليه وكان في شمس في وشه والكلام ده، بس كل ده ما ينفعش يتقال على حارس كبير. هو القصه كلها بس كده. يعني حتى الشناوي اهو جه في يقولوا نصد لك ضربه جزاء، بس خليني اقول لك برضو ان الشناوي في تذبذب مستوى، والتذبذب ده ما يتحلش غير بحاجه واحده بس. لازم الشناوي مش هيبقى يمشي والجو الرخيص ده، لا، لازم الشناوي يجيله حارس بديل قوي. تمام. الحضري لما عمل كده جاله نادر السيد، ساعتها رجع اكس
الشناوي محتاج حارس بديل قوي علشان يرجع عند الشناوي الدوافع تاني، وعلشان الشناوي يبقى عارف ان هو لو غلط هيقعد. بس هو ده الحل عند بتاع الشناوي والله يا جماعه، مش اكتر من كده. زي برضو مشكله راس الحربه اللي عندك، هي نفس القصه بالظبط. لازم تجيب راس حربه قوي علشان تعرف تمشي يعني اللعيبه دي تنزل تاكل النجيله، غير كده هيبقى لسه الدنيا فيها مشكله. خليني اقول لك برضو ان النهارده احنا طلعنا بمكسبين بصراحه من الماتش ده. النهارده طلعنا بمكسب محمد اشرف اللي هو بديل علي معلول، لاعب شاب ولسه صغير، والراجل باين من لمساته كده انه عنده كوره. عندنا برضو مكسب تاني، عندنا مكسب تاني القندوسي، الراجل وهو ماسك الكوره كده تحس ان فعلا في دينامو كده في نص الملعب، تحس ان في يعني راجل الكوره اللي هي بيلعب كوره شراب، الكوره كده لازقه في رجله، فتحس ان هو يعني هيفرق مع الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. الراجل ده بس يتاقلم كده ويلعب ماتشات، واحمد القندوسي بجد هيبقى اضافه كبيره جدا 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 للنادي الاهلي يا جماعه. كل بس اللي انا عايز اقوله لكم، مش عايز انسى كمان حاجه تانية برضو، ان الراجل طبعا هيثم بالصباط المتحدث الرسمي اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو لنادي الهلال السوداني، طالع يقول لك انا بهدي الفوز لمين بقى؟ بيهدي الفوز لمرتضى منصور وعمرو اديب. شفت يا برنس؟ انا بقول لك والله هو غاوي هو غاوي ترند، نفسه يطلع ترند. قال لك بيحب الشاشه، زي واحد صاحبنا هنا كده بيحب يقف قدام الكاميرا ويطلع يهلل. قال لك انا بهدي الفوز لمرتضى منصور وعمرو اديب. والله يا جماعه هو ليه حق بصراحه يقول كده. خليني اقول لك ان الاهلي منايم افريقيا كلها من المغرب، يعني احنا منايمين افريقيا كلها من المغرب، واكلين التورته كلها، مش سايبين يا عيني فتفوته من التورته لاي حد. فهم يا عيني مش قادرين. وبعدين بقول لك يا باشا ده ما كسبكش من 2007، فيا عيني الحرقان جايب اخره على الاخر، يعني مش ملاحقين على الحرقان اللي في مصر، لا ده جالنا حرقان كمان في السودان بصراحه. يعني حاجه تنقط بصراحه. فده راجل عايز يطلع ياخد الترند كده، فالله يسهل له يعني، الله يسهل له خلاص يعني. انا بس كل يا جماعه اللي عايز اقوله لكم ان احنا ما نقلقش خالص، ان شاء الله ماتش سان داونز اللي جاي ان شاء الله الاهلي يكسب، والا بقى هنمسك الاله الحاسبه بقى ونعيش. بس خليني اقول لك ان حتى الشوالي والله قالها لك، في دور المجموعات النادي الاهلي شيء، ولما بيطلع من دور المجموعات يلعب النوك اوت بيبقى ريال مدريد. احنا ان شاء الله بالتمرس وان شاء الله بالتخصص دي بتاعتنا ان شاء الله، ما تقلقوش خالص والله يا جماعه، وما تقلقوش خالص من المستوى ده طبيعي جدا، والاهلي عملها قبل كده كذا مره من بعد رجوعه من كاس العالم للانديه. ان شاء الله الدنيا هتتظبط وتتحسن، وان شاء الله اللي جاي احسن. وهارد لك يا اهلاويه، واوعوا تتضايقوا. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.